سعد النايف يطعن أشد الطعن في الشيخ عبد الرزاق البدر، وبيان تخليطه في التفريق بين العقيدة والمنهج، ورد الشيخ ربيع على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. فقد سئل سعد النايف عن الشيخ عبد الرزاق البدر، فكان جوابه: عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق البدر الرجل معروف حاله العلماء، ومنذ زمن طويل رجل يعني عنده يعني شروح في التوحيد وفي الآداب وكذا، لكن هو في مسائل يعني المسائل المنهجية لا يتدخل في المسائل المنهجية. ففي مسائل المنهج لا ينصح به، وبهذا يتبين لنا أنه يطعن في منهج الشيخ عبد الرزاق، حيث لا يؤخذ منه في المنهج. وهذا التفريق والفصل بين العقيدة والمنهج ليس من السلفية في شيء، بل لا يقول به إلا ضال، وما قال به إلا أهل البدع والأهواء، كما قرر ذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. الفصل بين العقيدة والمنهج، وهل هما يفترقان أو لا يفترقان؟ المنهج والعقيدة متلازمان كتلازم الشهادتين، لا يفترقان أبدا، ولا يفرق بينهما إلا أهل الأهواء والضلال. وقد ضربت مثلا كرات ومرات، وهو أن الخوارج الذين أمر الرسول بقتلهم وقتلهم الصحابة فعلا، ووصفهم الرسول بأنهم شر خلق الخليقة، ما كانوا عندهم بدع صوفية ولا بدع رافضية ولا بدع جهمية، وإنما انحرفوا في باب الحاكمية. فاعتبرهم الرسول يعني في المنهج، فاعتبرهم الرسول من شر الخلق والخليقة، ما كانوا يثقون بفهم الصحابة، واخترعوا منهجا في الفهم فضلوا به، وأحاربوا الصحابة مع أن عقائدهم صحيح ما عندهم شرك في الربوبية ولا في الألوهية ولا في تعطيل الأسماء والصفات، ما عندهم شيء من هذا. ثم بعد أمر الأيام تغيرت يعني طبعا الخوارج والروافض والمعتزلة انكسرت عقائدهم، لكن الشيعة الذين قاتلهم الصحابة ما كان عندهم تصوف، ما كان عندهم رافض، ما كان عندهم تجهم، ما كان عندهم هذه العقائد، إذا الباب الذي انحرفوا في المنهج، فاعتبرهم الرسول شر الخلق والخليقة. والتفريق بين العقيدة والمنهج ضلال مبين والعياذ بالله. والعقيدة طبعا أشمل من المنهج على في نظر بعض العلماء منهم الشيخ الألباني، هي أشمل منهج، يعني منهجك في الاعتقاد، منهجك في الاستدلال، منهجك في التلقي، منهجك في أمور كثيرة في هذه الحياة، فالمنهج أوسع منها منهجك في الاعتقاد، يعني منهج السلفي استمداد العقيدة من الكتاب والسنة، لا يتجاوزهما لا في نفي ولا في إثبات، لا في صفات الله ولا في غيرها، لا يتجاوز في الأمور الغيبية والمعتقدات كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهجه كان كتاب الله منهج السلف الصالح، العام والخاص والمجمل والمفصل في القرآن، مو مجمل مفصل أهل البدع بارك الله فيكم، وحمل المطلق على المقيد وإلى آخره. هذا منهج بالفهم، الناس يختلفون في هذا المنهج، ناس يقدمون العام والخاص وغلط بارك الله فيكم، وهكذا المنهج أشمل هذا العقيدة. فإذا تبين لنا أن المنهج يشمل العقيدة ولا ينفصل عنها بحال من الأحوال، إذ هو يعني منهجك في الاعتقاد، منهجك في الاستدلال، منهجك في التلقي، منهجك في أمور كثيرة في هذه الحياة. المنهج أوسع منها منهجك في الاعتقاد، يعني منهج السلفي استمداد العقيدة من الكتاب والسنة، لا يتجاوزهما لا في نفي ولا في إثبات، لا في صفات الله ولا في غيرها، لا يتجاوز في الأمور الغيبية والمعتقدات كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا البيان سيقول سعد النايف: ما قصدت هذا. نقول: نعم، لكن نحن نقف معك على أنك طالب علم، لكنك لا تفرق بين المسائل المنهجية ومسائل الجرح والتعديل التي لعلك عنيتها لكنك لم تصرح بذلك. فنقول: إن مسائل الجرح والتعديل ليست لكل عالم، كما فصل هذا شيخنا الربيع. علم الجرح والتعديل علم عظيم،
ولا يتصدى له إلا أفراد من الناس، حتى كثير من كبار حفاظ الحديث ما عدهم العلماء في الجرح والتعديل. فليس في منهج السلف تكليف لكل العلماء أن يكونوا كلهم أئمة الجرح والتعديل، فإذا أدركت ذلك سلم قلبك على علماء هذا المنهج في قديم الدهر وحديثه، وهذا ما عناه الشيخ ربيع حفظه الله. لكن وقفنا معك هذه الوقفة لكونك نشرت هذا الطعن في العلن، ولم تفرق بين مسائل المنهج بالعموم ومسائل الجرح والتعديل التي لا يقوم بها إلا قلائل من أفذاذ العلماء.